السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول شيء قبل ما نبدا الفيديو كنبلغ على كامل الاسف ديالي على الهزه الارضيه اللي وقعت بمراكش وبالاقاليم بالجهات اللي معنيه اللي رابوا لهم ديورهم، وكنقدم كامل العزاء ديالي لهذوك الناس اللي ماتوا. وكنبغي نقول في هذا المنبر كنتمنى من كاع الناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم الامكانيات، يمشيو يعاونوهم، يعطيوهم الكواش الحوايج، حيت راه جايه وقيت البرد، جايه وقيت الشتاء. هذوك الناس فين يباتوا، فين ينعسوا؟ خصنا نعاونوهم، نعطيهم الكواش، نعطيهم الحوايج. دابا كنشكر كاع المغاربه اللي سخروا كاع الامكانيات ديالهم في الماكله في الشراب، تكلفوا من جيبهم، مشاو لي سوبر مارشي تقداو هزوا السلعه وداو لدوك الناس عاونوهم. كنبلغ ليهم كامل الشكر، كنبلغ كامل الشكر اللي تكلف، جبد من مالو الخاص وعاون دوك الناس. واخا ما كانش عنده، عاون ولو بالقليل ولو بدرهم عندك في جيبك، عاونتي بها دوك الناس. كنبلغ ليك كامل الشكر وكامل الامتنان انك ساعدتيهم. وكنقول بان دوك الناس راه وصلاتهم الماكله ومازال خاصها تزيد توصلهم الماكله. واخا يقول لك راه ولا عندهم فائض في الماكله، راه كاينين شي اقاليم اخرى. حاولوا تسولوا على اقاليم اخرى اللي وقع فيهم الزلزال، حيت كاينين شي دواوير صغيره بزاف وقع لهم المشكل وما عندهمش وسائل التواصل، ما وصلش الخبر بانهم راه ما كيوصلش الخبر ديالهم الناس. لهذا حاولوا تسولوا على الدواوير اللي بعاد اللي مازال ما وصلاتها المعونه. وكاينين شي دواوير عندهم فائض وصلتهم المؤونه بزاف، وتبارك الله على المغاربه، كنشكرهم بزاف اللي تكلفوا، والجمعيات حتى هما، وجلاله الملك نصره الله، والدوله بكل مكوناتها من الدرك، رجال الدرك والشرطه الى غير ذلك، اللي داروا مجهودهم باش يدوزوا هذه الفاجعه على خير وبخير. اما بالنسبه للمؤونه، بالنسبه للدواوير اللي وصلاتهم كميه كبيره من الماكله، كنقول لكم بانه راه ولا فائض في الماكله كما كيقولوا الناس، راه ولا فائض في الماكله راه كثرات، ولا عندهم الناس فائض في الماكله. لهذا اي واحد يمشي يدي معاه شي حوايج، شي تريكوات، حوايج ديال البرد، راه البرد راه جاي داخل هاد الايام، وحوايج ديال الشتاء وصباب ديال البرد وصباب ديال الشتاء. علاش؟ باش هاد الناس يكون عندهم. واخا راه كاينين شي ناس راه ساكنين في ديورهم، ولكن واخا تشوف دارهم ما لابس، ولكن راه محتاجين هذوك الناس. باش نكونوا واقعيين، راه كاينين ناس معوزين ابار هذوك اللي وقع لهم الزلزال، واخا ما تكونش رابط لهم دارهم، راه كاينين ناس معوزين تما. راه خص ديما كل عام تبقى تمشي ليهم المعونات مع الناس، كل عام يجمعوا لهم الناس الحوايج. وانا من هذا المنبر كنقول بانني موجود نصيفط كاع داكشي اللي خاصهم الناس، كاع داكشي اللي قدرني عليه الله نعاونهم به. المهم كاينين شي ناس راه معوزين، واخا ما يكون زلزال كيوصل البرد، راه تما كتولي الثلج، منطقه ثلجيه، كيولي الشتاء، كيتعذبوا. لهذا دابا خاصنا المرحله الجايه هي نوجدوا الملبس والمسكن. لهذا اي واحد عنده شي قيطون في دارو، عنده شي قيطون كيما كان يوجدو ويديه. راه كاينين كاميوات كيمشيو، سير اي بلاصه جيت المراسلات، جيت الكيران، راه كاينين كاينين كاميوات، كاينين ناس محسنين لي ترونسبور كيديو السلعه، يديوها لك. ما عليك انت غير تهزها وديها بطوموبيلتك ولا في الطاكسي ولا في اي حاجه. راه المغاربه تبارك الله راه واعيين بالواجب ديالهم الوطني. لهذا اي مغربي سولتيه قلتي ليه غندي دوك الحوايج، يتوجهني مباشره، ما يفكرش، يقدر يساعدك باش تهز دوك الحوايج، يقدر يساعدك باش تهز ديك الكيطون. الكواش راه ضروري، راه كيحتاجهم الناس. الكواش راه الناس راه في امس الحاجه ديالهم، راه كاشه لشخص واحد راه داخل البرد والناس يتعذبوا، خصهم الكواش بزاف.
قد ما جبتو الكواش بزاف لي ماطلا حتى هما ايضا لي ماطلا حتى هما الجاكيطات راه ضروريين. اللي عنده شي جاكيطه زايده يديها ماشي مشكل، نعاون الشخص. راه ماشي بالضروره يكون هذاك الشخص وقع ليه الزلزال، راه كاين ناس معوزين تما كيحتاجوا حتى هما الجاكيطات، كيبغيو الجاكيطات، خصهم حتى هما الجاكيطات. خاصهم الصبابط اللي الصبابط ديال الشتا حتى هما سميتو. بزاف ديال الحوايج راه جايه. هاد المرحله الجايه هي اللي مهمه باش تساعدوا فيها الناس، تعاونهم. لي الكيطونات اللي شي واحد عنده شي كيطون ولا شي حاجه يعاون بها، يصيفط الكيطون ديالو، يشري كيطون ماشي مشكل. تشاركوا بعضياتكم وشريوا الكيطون لشي واحد، غير كيطون واحد، غير عنده شي واحد شحال ما عنده، شحال ما قدر الله يحط. بالنسبه لصندوق الكورونا هذا الموضوع، بالنسبه للجمعيات عفوا، اللي كيساعدوا، هذا الموضوع حساس بزاف وبغيت نذكره في هذا الفيديو ديالي، حيت بزاف الناس كيعطيو شي جمعيات وكسروا نصابه. هذه معروفه. واحد الحاجه، الا بغيتي تعطي شي واحد عطيه غتكون عارفو بانه غادي يوصل ديك الامانه حتى لبلاصتها. خصو يصور ليك، ميمكنش تعطي لشي واحد خذ النمره ديالو عطيه وخليه تيوصل الامانه وشوف داكشي. يكون شي واحد ثقه، عطيو الناس ثقه. اما الناس النصابه ما تعطيهمش. راه كاين الناس كيستغلوا الموجه وكياخذوا السلعه وكيديوها وكيقلبوا فيها البيع، كيشدوا الفلوس وكيديروهم في جيبهم. المهم اي واحد يعطي شي حاجه ولا اي واحد يعطي شي درهميه الاخر يعرف لمن يعطيها لشي شخص كيعرف بينه وبين الله، ما يعطيش لاي واحد. حيت راه لا عطيتي اي واحد راه يشد لك ديك الفلوس ديالك ولا يشد ديك السلعه ديالك، غيشدها ياخذها ويقلب فيها البيع ولا ياخذها لراسو. كاين ناس مساكن محتاجين لديك السلعه، هو ياخذها ويستغلها. لهذا فاش تاخذ شي حاجه او فاش تعطي شي حاجه، عطيها لشي شخص كفء اللي يقدر انه يشد ديك السلعه ويعطيها للناس اللي محتاجين. المهم درت هذا الفيديو غير باش نعبر على الاسف ديالي لهاد الفاجعه اللي وقعت، والله يرحمهم جميع الناس اللي ماتوا في داك الزلزال. وكاين ناس مازالين غارقين في الانقاض. كنتمنى من السلطات يساعدوهم، وحنا عندنا كامل الثقه في السلطه ديالنا بانها تساعدهم وتجبد دوك الناس اللي طاحت عليهم، رابت عليهم الديور ديالهم. المهم كان معكم عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.